صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. طبعا انا اسفه على المنظر اللي انا جايبها لكم كده وهي مش نضيفه، بس انا حبيت اقول لكم ان هي في السوق الايام دي فيها طينه ومش رهيبه، فلازم تجيبوها تنقعوها في ميه كويس، تدعكوها الاول كده وبعدين تنقعوها في ميه بخل عشان تطلع كل التراب اللي فيها. بصوا هنا بعد ما غسلتها بصوا بقت زي الفل. اهم حاجه لازم تغسلوها كويس، لان في ناس بتاكل البطاطا دي بقشرها. النهارده هنشويها من غير ما تاخد وقت ولا مجهود، ومن غير ولا نقطه ميه ولا سكر ولا اي حاجه. هشويها في الكيس الحراري. الكيس الحراري فعلا لما قلت لكم ده نجده لاي حاجه بتاخد وقت في الفرن وبيطلع النتيجة حلوة جدا. دي كانت حقيقة فعلا. حتى البطاطا كمان شويتها فيه ما خدتش يعني ما طولتش في الفرن زي ما احنا متعودين. وهتشوفوها دلوقتي طالعة مكرملة ازاي، وطالعة زي الزبدة مستوية يعني من غير اي حاجة. فالكيس الحراري ده بصراحة يعني في كل حاجة، سواء في الفراخ المشوية، في اللحوم، في اي حاجة بتاخد وقت في السوا، جربوها فيه هتبقى حلوة جدا. فانا النهارده هاخد كميه كده من البطاطا، هشويها كده في الكيس الحراري على قد ما ياخد، وبعدين اروح قافلاها بالقفل بتاعها كده. زي ما انتوا عارفين ان الكيس الحراري ليه القفل بتاعه، فهقفلها كده بالقفل بتاعه. وبعدين هجيب صينيه احط فيها ميه، او الصاجه بتاعتي اي حاجه يعني هتحطوا فيها ميه، وبعدين تحطوها في الفرن بتاعكم من غير طبعا ولا نقطه ميه ولا سوائل ولا اي حاجه. هو البخار بتاع الكيس وهو اللي هيسوي البطاطا بتاعتنا، وهتشوفوها متكرمله ازاي، مش هتصدقوا ان هي مستويه في الكيس من غير سكر من غير اي حاجه. هنا خلاص بعد ما قفلت كده عليها كويس، هحطها بقى في الصاجه بتاعتي، او هجيب صينيه واحطها فيها واحط عليها ميه. هنا حطيتها في الصاجة شوية، وبعدين رحت جايبة صينية وحطيت فيها مية وحطيتها فيها. بصوا هنا بوريكم لو هي لسه في الكيس بتكمل سوا هدخلها تاني، وبعدين هتشوفوا النتيجة بتاعتها. نتيجة هايلة هتعجبكم جدا. بصوا المنظر عامل ازاي، متكرملة ازاي، وبصوا في الكيس عاملة ازاي، ومن جوه زي الزبدة، وهي بصوا لونها حلو ازاي. البطاطا رخيصة الايام دي في السوق ومغذية وما كلفتناش اي حاجة يعني. الكيلو ب10 جنيه ولا كيلو ربع ب10 جنيه، فهاتوا واعملوا ضفوا نفسكم حاجة مغذية ومفيدة للأطفال. فاستنوا الفيديو الجاي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.